أنا عاطف شكشك عبد المجيد، والد الطالب أحمد عاطف شكشك، وده طالب وضع 10 نظريات هندسية و3 اختراعات قيادين في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. اللي حصل إن هو أحمد كان ناقش النظريات دي وفحصت في كلية العلوم جامعة عين شمس، وكانت اللي فحصتها الدكتورة سحر محمد علي إبراهيم، وكتبت التقرير بتاعها النظريات سليمة وجديدة ما فيش فيها لا تحتمل الخطأ على الإطلاق. بعد كده ناقش في كلية العلوم جامعة القاهرة، وكان فاحص النظريات الدكتور سيد حسن عابد اللي فحص النظريات وكتب تقريره انها سليمة 100% ولا تحتمل الخطأ وجديدة. اللي كان حصل الموضوع المشكلة كله ان هو كان فحص النظريات ديت. كنا قدمت طلب بفحص النظريات دي في كلية تربية عين شمس، وقابلني الدكتور حسن عجوة، وبعدين بعد ما شاف النظريات واطلع عليها قال لي هو معقوله في طالب في الثانويه العامه عنده 18 سنه ممكن يعمل النظريات دي زي دي؟ قلت له حضرتك مالكش دعوه بسنه، انت افحص النظريات وناقش الطالب، لو عجبتك المناقشه ادي تقرير، ما عجبتكش يبقى الموضوع انتهى وخلاص. فقال لي انا لا انا هفحص ولا انا هناقش. فكلمت العميد الكليه فقال لي طيب هاتها رسميا من اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا. فرحت جبت جواب من أكاديمية البحث العلمي حتى تكون رسمي. اللي حصل إنه في 4 دكاترة اشتركوا في التقرير، ال4 فحصوا النظريات وكتبوا تقرير، واعتمد التقرير رئيس القسم ثم الدكتور حسن عجوة وكيل الكلية اللي كان رئيس قسم سابقا في الرياضيات. كتبوا 3 ملاحظات أساسية، وهم دول أهم 3 ملاحظات. أول ملاحظة قالوا إن الأبحاث دي موجودة في عند الدكتور ميشيل بخوم. الدكتور ميشيل بخوم ده راجل معاه دكتوراه في المدني هندسة القاهرة. فرحت عشان اشوف مين الدكتور ده اللي معاه النظريات بتاعتنا، لقيته متوفي من حوالي فوق 30 سنة، وابنه دكتور مراد هو اللي قابلني قال لي انا والدي مدني وانا مدني، استاذ دكتور مدني برضه، وملناش علاقة بالرياضة على الإطلاق، وكل شغلنا مدني، مفيش حاجة خالص تخص النظريات دي. بعد ما اطلع عليها طبعا قلت له طيب ممكن الوزير لو سأل سيادتك هيبقى رد فعلك ايه؟ قال لي هقول له ان ما نعرفش حاجة عن النظريات دي ولا شفناها قبل كده. إذا هم في الملاحظة دول كذبوا دكاترة تربية عين شمس، كلية جامعة عين شمس. الملاحظة الثانية اللي قالوا ان النظريات دي موجوده على 5 مواقع على النت. جبت ال5 مواقع وصورتهم، واتضح ان ال5 مواقع دول لا يمتوا للنظريات لا من قريب ولا من بعيد. الملاحظه الثالثه وهي اهم ملاحظه، قالوا ان النظريات دي بتتكلم عن المضلع المنتظم، والمضلع المنتظم جينا نجربها على المعين لا تنطبق عليه. اذا النظريات فشلت من قيمتها. اولا المعين ما هوش مضلع منتظم عشان خاطر النظريات دي تنطبق عليه، فمش عارف ازاي الدكاتره يعني لو عدت على 1 ولا 2 ماشي، لما تعدي على 4 ويعتمدها رئيس القسم ووكيل الكليه هو اصلا كان رياضه، ويعدي عليهم ان المعين ده مش مضلع منتظم، تبقى خربة البلد. هم دول اللي مكلفين يكتبوا التقرير عن ابني، فكان لازم ابلغ. وطبعا كلمت العميد بتاعهم ووريته التقارير السابقه، ووريته التقرير ده، قال لي خلاص معلش يمكن عدت من عليهم. تعدي من على الدكاتره دي ازاي؟ طب وليه الكذب؟ يعني اذا كان عدت من عليهم ان المعين ده مش مضلع منتظم، دي مصيبه، دي ما تعديش على مدرس اعدادي او طالب حتى. لما تعدي على الدكاتره ديت يبقى ليه ميشيل بخوم النظريات دي بتاعته هو اصلا راجل كل تخصصه وابحاثه في المدني. الحاجه الثالثه اللي قالوها انها في مواقع كلها مواقع كذب، اي موقع قالوا عليه كذب. فده كان اهم حاجه ان انا اظهرها للمجتمع حتى يشوف ايه اللي بيحصل. انت بتطالب بايه؟ والله انا طالبت مش بطالب، اشتكيتهم في النيابه الاداريه ولكن دون جدوى، ما حصلهمش اي حاجه على الاطلاق. كل اللي انا كنت بروح كنت بقابل وكيل النيابه بيقول لي طيب لا اصل الوزير لازم يصرح باننا نباشر التحقيق، والوزير ما صرحش. طيب وزير ايه؟ وزير التعليم العالي طبعا هو المسؤول عن انت قدمت مذكره او شكوى لوزير التعليم العالي؟ وزير التعليم العالي وصل له تقرير بس ما فيش دون تعليق. يعني هو كل ما في الامر هو كان طلب ان هو يكرم ابني احمد بس. ده كويس. النظريات دي مسجله مسجله في وزاره الثقافه
مسجله واخده طبعا في حق المؤلف، اداره حق المؤلف. إدارة حق المؤلف. وناقشت في كذا موقع جامعه، يعني جامعه عين شمس، جامعه القاهره ناقشتها. يعني المشكله الوحيده اللي هي في التقرير اللي صدر من كليه التربيه. طبعا التقرير اللي صدر من كليه التربيه ده مصيبه على الدكاتره وعلى ما اعرفش ازاي يقولوا على المعين مضلع منتظم وانها لا تنطبق على المعين. طب ما هو لازم ما تنطبقش على المعين، ما هي لو تنطبق على المعين ازاي يبقى هي فاشله لو انطبقت على المعين. هم طالبين انها تنطبق على المعين عشان المعين مضلع منتظم، وعمر المعين ما كان مضلع منتظم. المضلع المنتظم له شرطين، اضلاع متساويه وزوايا داخليه متساويه، والشرطين دول لا ينطبقوا على المعين. يبقى ازاي المعين مضلع منتظم؟ الناس دي يعني مش فاهمين حاجه ولا هنقول ايه بالظبط ما اعرفش. للناس انها تعرف ايه اللي بيحصل في البلد.